الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومصطفانا محمد بن عبد الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله، يا من قلت في حديثك الصحيح: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. بعثة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت لأجل مكارم الأخلاق. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك وأزواجك أمهات المؤمنين، كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، حديثنا اليوم: إذا أردت السلامة من غيرك فاطلب السلامة لغيرك. اللي عايز يسلم من الناس لازم الناس تسلم من شرور. وشر الإيذاء إيذاء الله وإيذاء رسوله وإيذاء المؤمنين. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وفي آية: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صعد في يوم من الأيام المنبر ونادى قائلا: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه. خلي بالك، ما هو الإيمان ده بالقلب مش باللسان، لأن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن فضح مسلم فضحه الله ولو في عقر داره. انتبه، ده الأمر خطير. وهناك في حساب، وحساب الله لا يعدله حساب. عملت حسنات، أيوة، حسنات كتيرة، أيوة. طب بص لسيئاتك، بص السيئات بتاعتك كام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل سؤالا لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ كلنا يعلم أن المفلس من لا درهم له ولا متاع. الراجل اللي ما عندوش حاجة يقول لك ده راجل مفلس. لا، قال لهم: يبقى أنتم ما تعرفوش المفلس. ده المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات كتيرة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا واغتاب هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. ده المفلس، مش الرجل الفقير، لا، ده هو المفلس. ولذلك يقول لك: إن شئت أن تحيا سليما من الأذى
وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وعيناك إن أبدت إليك معايب فصنها، وقل يا عين للناس أعين، عاشر بمعروف وسامح من اعتدى، وفارق ولكن بالتي هي أحسن. أمر خطير هناك. هناك مفيش عائلات ولا عمد ولا مشايخ ولا بهوات، لا، ده هناك وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. ولذلك سيدنا النبي يقول إيه صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق مسلم بيمينه أوجب الله له النار. أوجب الله إيه؟ له النار. وربنا لما يوجب عليك النار يبقى مشكلة. اللي هيطلعك مين؟ اللي هيطلعك مين؟ من اقتطع حق مسلم بيمينه أوجب الله له النار. النبي صلى الله عليه وسلم لم يصعد إلى الرفيق الأعلى إلا وقد عرفنا كل شيء، حتى في تخطي الرقاب. لما كان واحد يتخطي الرقاب كده يقول له: اجلس لقد آذيت، مكانك واقعد، ما تتخطاش على الناس لأنك مش أحسن من الناس. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فرب الفقير عند الله أفضل من 1000 غني. اجلس فقد آذيت، الراجل اللي بيتخطى الرقاب. الناس عند سيدنا النبي سواسية، ما فيهمش كبير وصغير ولا عظيم ولا حقير. العظيم عند رسول الله هو التقي. ولذلك جلس راجل كده في عهد سيدنا النبي، راجل مبسوط عليه جلابيه حلوه وثياب حلوه، فجاء جنب واحد فقير كده بيجلس، وهو بيجلس كده راح لامم الثياب بتاعته، رفع الجلابيه كده، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا هذا أخفت أن تعديه من غناك؟ أنت خفت لحسن تعديه يبقى غني؟ أم خفت أن يعديك هو من فقره؟ فتأسف الرجل وقال: عذرا يا رسول الله، وعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطي الفقير نصف ماله، هديله نص المال. وسيدنا النبي يعرض على الفقير فيأبى الفقير ويمتنع ويقول: لا يا رسول الله. لما؟ قال: أخاف أن أصبح غنيا فأتكبر بهذا المال على الناس. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام جالس بيحك شعره بحاجة كده من الحديد كده، بيحك سيدنا النبي راسه، وخرج رجل من البادية من جحر إلى حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه صلى الله عليه وسلم غضب وقال: والله لو أعلم لفقعت بهذا المدري عينك. يا هذا إنما الاستئذان من الإبصار، من البصر. إنما الاستئذان إيه؟ من البصر. الناس اللي بتصنط على الناس حاطط ودنه على الباب وعينه على الباب وراجل سايب وعايب. لا لا، ده ربنا قال: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. نعم نعم، إنها أمور كثيرة، ويا للأسف أصبح الدين في مؤخرة الأمم. آخر حاجة عند المسلمين الدين، وأول حاجة عند المسلمين الدنيا. والدنيا مش هتغنيك عن الدين، لا، ده الدنيا بيديها ربنا للي بيحبه وللي مش بيحبه، لكن لا يعطي الدين إلا لمن أحب. ربنا ما يديش الدين اللي بيحبه، لكن يدي الدنيا للمشركين، يديها لأمريكا، يديها لإسرائيل، لكن يدي الدين لمين؟ لحبيبه، للي بيحبه. لذلك سيدنا عمر بن الخطاب في يوم من الأيام تسلق جدارا، راجل كده قاعد في بيته وقاعد يشرب خمرة. سيدنا عمر أمير المؤمنين وهو القائل: لو عثرت بغلة في العراق لسألك الله عنها لما لم تمهد لها الطريق يا عمر. طلع من فوق الجدار ولقى الراجل بيشرب خمرة. فسيدنا عمر هيعاقب الراجل، قال له: يا عمر،
أنا عصيت الله في واحدة وأنت عصيت الله في ثلاثة. أنا عصيت في واحدة، أنا شربت خمرة، لكن أنت ربنا قال لك ولا تجسسوا، وأنت بتتجسس علينا. وربنا أمرك بالاستئذان، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. 2. الأمر الثالث، لم تأتي من الباب وإنما أتيت من الجدار، من فوق السطح. وربنا قال وأتوا البيوت من أبوابها. فبكى عمر وقال كان الرجل يتخفى عن الناس والآن يقول رآني عمر. ويل لك يا عمر. أمور غريبة، بس مد ربنا، مد لك كده لربنا، شوف ربنا هيديك ولا ما يديكش. شوف ربنا، شوف المنادي كده وهو بينادي يقول حي على الصلاة، وتقوم تحوش الفرشة من عليك وتقوم جاي لك يا رب أنا جاي، وأنت كده كده جاي. إما جيتش وأنت حي هتيجي وأنت ميت. أنا جاي لك يا رب. ده الإمام الأصمعي ماشي كده في البادية ولقى أعرابي، راجل أعرابي متوحش، راكب البعير بتاعه ومعاه سيفه ومعاه القوس بتاعه. فبيسأله من أنت يا رجل؟ قال أنا الأصمعي. قال أنت من أصمع؟ قال نعم. ومن أين تأتي يا أصمعي؟ قال والله كنت في بيت من بيوت الله نتلو كلام الرحمن. قال له أكلام الرحمن يتلوه البشر؟ وهو أعرابي ما يعرفش حاجة. قال نعم. فقال اقرأ علي مما سمعت، اقرأ علي مما سمعت. فقرأ عليه من سورة الذاريات، ووصل إلى قول الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فقال يا أصمعي أهذا من كلام الله؟ أهذا من كلام الرحمن؟ قال نعم. فنزل من على بعيره ونحر البعير، راح ماسك البعير راح ذبحه، وراح مقطع البعير وراح موزعه على المنطقة اللي هو فيها كلها. ومشى الرجل يجري في البدية. يقول الأصمعي فذهبت إلى حج بيت الله الحرام فسمعت رجلا يهمس بي في أذني، فالتفت إليه إذا به الأعرابي قد ضعف بدنه واصفر وجهه، فقال يا أصمعي أعد علي من كلام الله يا أصمعي. فقال وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال نعم يا أصمعي، وصاح بأعلى صوته والله أعطاني ربي ما وعد، لقد وفى ربي بما وعد يا أصمعي، أكمل يا أصمعي. قال فورب السماء والأرض إنه لحق. فبكى الأعرابي وقال من الذي أغضب الرحمن؟ من الذي أغضب الرحمن؟ من الذي أغضب الجليل حتى يقسم ويقول فورب السماء والأرض، وظل يقول من الذي أغضب الجليل؟ من الذي أغضب الرحمن؟ وفاضت روحه إلى الله. إنهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ويقول صلى الله عليه وسلم البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان حي لا يموت. ابن آدم اعمل ما شئت كما تدين تدان، أو كما قال التائب